يا رب أعني ولا تعن علي يا رب. لا تبحث عن تسقيف الناس، لا تبحث عن إرضاء الناس. الله تعالى يقول في 3 كلمات: ليس عليك هداهم. أمر من الله تعالى إلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: ليس عليك هداهم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. إيه الأخبار؟ ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. الغيبة طولت وأنا بصراحة حزين على الغيبة اللي أنا غبتها دي شوية، ولكن كنت بحاول إن أنا أهدى في كل حاجة، في أفكاري وفي الحاجات اللي أنا عايز أعملها وعايز أبنيها. فاكتشفت إن أنا بجري في ساقية والساقية دي تعبتني بصراحة جدا. اكتشفت ان انا بعمل حاجات دخلني في مود توتر كده مش حلو يعني خالص. فكرة ان انت متسربع على حاجة عايزها تحصل في اقرب وقت، والحاجة دي مستحيل ان هي تيجي في وقت صغير جدا زي ما انت متخيل. هي بتحتاج فترة طويلة جدا علشان تيجي. نلعب كده احسن. فقررت ان انا اهدى على نفسي واعمل الحاجة اللي انا بحبها فعلا، الا وهي الرياضة من الحاجات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. وللأسف باجي اتمرن فترة وانزل بحماس، وبعد كده للأسف ببطل وارجع لعاداتي السيئة تاني. ولكن انا قررت ان شاء الله بإذن الله ان انا الرياضة هتبقى روتين يومي في حياتي. النهاردة بعد شهر تقريبا من التمرين بشكل مستمر ومتقطع برضو في نفس الوقت. يعني كنت بنزل يوم ويوم، ممكن اكسل يوم انزل اليوم اللي بعده. مثلا مفيش اسبوع عدى غير وانا نزلت اتمرنت فيه 2 أو 3 ايام. فقررت ان انا اعمل الفيديو ده، وهو هيكون عن 5 ايام تمرين متواصل علشان اثبت الموضوع عندي ويكون عادة. ده مغزى الفيديو، ان انا اعود نفسي على الرياضة بشكل مستمر وبشكل يومي، ان هي تبقى عادة في يومي. مهما كانت العادات السيئة في يومي اللي انا بعملها، انا بحاول ان انا اضيف عليها عادات كويسة تحسن من ده. ان الحسنات يذهبن السيئات. يعني كل ما تزود حسنات في يومك وفي حياتك، كل ما تزود حسنة هي بتزق سيئة. اعمل ده، خد الفكرة ده والكونسبت ده على حياتك بشكل عام. انت لما تضيف عادات كويسة على يومك وفي حياتك مع العادات السيئة اللي انت بتعملها ايا كانت ايه هي العادات دي، انت كده بتزحزح شوية العادات السيئة دي وبتخرجها بره حياتك. ومع الوقت ومع ان انت تضيف لحياتك حاجات اكتر، حاجات تكون يعني صحية لجسمك، حاجات مفيدة ليك ولنفسك ولدماغك ولتفكيرك، كل ده هيحسن من حياتك حرفيا. فأنا بحاول أعمل ده. أنا مش جاي أقول كلام، أنا جاي إن أنا أصور تجربة أنا بعيشها. يعني أنا بعيشكم معايا التجربة نفسها، وإن شاء الله مع الوقت نغير عادات تانية ونضيف عادات تانية لحد ما نوصل لأفضل نسخة أنا عايزها وعايز إن أنا أعيش بيها حياتي. في اليوم التاني عايز اتكلم على الاستمرارية. في ناس كتير بتحب الرياضة علشان الجسم والفورمة، وان هم يعملوا شكل وفورمة الساحل بقى والكلام ده. ولكن كل الفكرة اللي عندي اللي انا عايز اعملها ان انا اخلي الرياضة هي فكرة عندي. عجبني اوي فكرة ان انا اصور كتحدي. بحس ان انا ببقى عفوي اكتر وبتكلم براحتي اكتر، لان انا بعمل حاجة وبعيشها معاكم يعني. معرفش هي ليه
جت قعدت القعدة دي. المهم نكمل في موضوعنا، نخلي القطة معانا. أنا شخص بالنسبة لي بناء العادات يعني صعب شوية، يعني بعيش فيه صعوبة. بدأت حاجات كتير وما كملتهاش للأسف. علشان كده بدأت التحدي دوت، وهو ال5 أيام، إن أنا أبدأ واحدة واحدة علشان أساعد نفسي في الاستمرارية. النهاردة اليوم كان في الصحيان صعب جدا على فكرة، ولكن أنا قررت إن أنا أستمر في ده. 5 أيام ممكن الناس تبص للرقم دوت إن هو رقم قليل، وإيه 5 أيام. أنا بالنسبة لي ال5 أيام دي تفرق معايا جدا. قول لهم صباح الخير. بتقول لكم صباح الخير اهي. يلا عشان نتمرن. ها يلا تيجي تتمرن معايا. ما شاء الله جميلة. قولي لهم اعملوا سبسكرايب وشير وكومنت ولايك. بالاحساس كده سامعها، فهي بتقول لكم يعني لو ما عملتوش للقناة سبسكرايب وللفيديو لايك وكومنت فهي هتزعل منكم، صح؟ هي نامت اصلا. الإيجابية تحتاج جهد بدني، خطوات. ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك الجذع يسقط لك الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. اضرب بعصاك البحر، اركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. لازم تسوي شيء، ولذلك الجهد البدني مهم. دايما وانت بتتمرن نفس من مناخيرك، دايما اوعى تتنفس ابدا من البق. موضوع النفس تستغله جدا في كل حاجة في حياتك في العادية. وانت طالع مطلع تتنفس من مناخيرك، وانت طالع سلم تتنفس من مناخيرك. كل ده بيساعدك، بيخلي الموضوع يقلب معاك للرياضة. بدل ما انت بتطلع السلم او تطلع مطلع قوي ويخليك تنهج بسرعة، ده بيساعدك اكتر ان انت ما تنهجش وبينظم نفسك اكتر. ليس للإنسان إلا ما سعى، فأنت مطالب بالسعي. طب النتيجة مش بتاعتك. وفي حديث عندنا يا جماعة واضح جدا في المسألة دي. أولا النتيجة موجودة في القرآن، النتيجة مش بتاعتك. ليس عليك هداهم. أمال يا ربنا عليك إيه؟ عليك الدعوة إلى الله. عليك السعي. طب النتيجة مش بتاعتك يا جماعة. قبل ما نيجي للسنة، هو ربنا سبحانه وتعالى لما النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ذكر إنه هيجي نبي يوم القيامة وليس معه أحد، يأتي نبي معه الرهط، معه الرجلان، معه الرجل، ويأتي نبي ليس معه أحد. السؤال الآن، ربنا سبحانه وتعالى ألا يعلم إن هذا النبي لن يؤمن معه أحد؟ يعلم ولا ما يعلمش؟ طب بقانون النتائج ما يرسلوش بقى، أو يرسلوا لإقامة الحجة ويموت بعدها بشهر وأقام الحجة. ما هي الحجة تقام بإيه يا جماعة؟ إنك تعرف إن في، تسمع إن في إله وفي دين اسمه كذا. قامت عليك الحجة خلاص. ليه بقى يفضل قاعد سنين بيدعو؟ لأن احنا غير متعبدين بالنتائج. والنبي ده اللي هو دعا ولم يستجب له أحد ما كانش يعرف إن لن يستجيب له أحد. ربنا يا جماعة بيربينا احنا. ما تنشغلش بالنتيجة. واحنا مش عاوزين نسهب زي ما نقول في كل عقلية عشان نلحق نخلص. لكن حديث عجيب جدا: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع أن يغرسها فل. ليه؟ ليه تغرس فسيلة والقيامة بتقوم؟ هي الفسيلة دي هتعمل ايه يعني؟ القيامة بتقوم، تغرس فسيلة ليه؟ عشان انت عقليتك عقلية السعي مش عقلية النتيجة. اغرس الفسيلة. طب ايه النتيجة؟ مالكش دعوة بالنتيجة، انت مأمور بغرس الفسيلة، فاغرس الفسيلة. اخر تمرين هعملها وهي البلانك. مثبتش فيه كتير لكن مع الوقت هيجي ان شاء الله. هيجي 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 16 17 18 19 20 21 22 انا
مبسوط ان انت لسه معايا لحد دلوقتي. شفت فيديو على اليوتيوب حلو قوي، عجبني الكابشن بتاعه. الكابشن كان مكتوب فيه: لا يقوم بالمهام الصعبة الا الرجل المشغول. يعني مهما كانت الانشغالات عندك، فانت عندك وقت ان انت تستفيد بيه وان انت تتمرن. طول ما الفكرة موجودة انت تقدر تنفذها، بس انت محتاج حاجة واحدة بس، وهي تنظيم الوقت وتنظيم الافكار والاولويات، اختيار الاولويات. انا مش بقول الكلام دوت ان انا حد مثالي، انا الحاجات دي بقولها لنفسي كل يوم حرفيا، علشان انا ما بعرفش اعملها. فانا بحاول ان انا اعمل كل ده، بحاول افضل احاول لحد ما هوصل في محاولة من المحاولات دي. فيا رب اعني ولا تعن عليه. بكرة ان شاء الله عايز اتكلم على الدعاء ده، ليه بقوله وليه بحبه، ليه دايما بيتردد على لساني. ونقطة مهمة قبل ما اقفل، وهي اني بصور كل ده وحاسس ان انا بكلم نفسي. يعني انا دلوقتي صورت كل اللي انتوا هتشوفوه ده، يعني لو انا نشرته اصلا، يعني الفيديو ده لو انا نشرته، فبالتالي انا خلصت ال5 ايام وكملتهم وكملت اللي انا عايز اعمله. لو ما اتنشرش الفيديو ده، فالفيديوهات دي هتبقى ذكرى ليا. احاول تاني ان انا اصور. فبكرة 3 يوم ان شاء الله، ربنا يعيني ويقويني واقدر اخلص اللي انا عايز اعمله. اشوفكم بكرة ان شاء الله. قبل ما نقفل بس ونروح، لو مش عاملين سبسكرايب يا ريت تدعموني وتشاركوا معايا الرحلة. بعد التجربة ديت ان شاء الله مش هبطل ومش هوقف محاولات، هفضل مستمر بإذن الله. اشوفكم بكرة. صباح الخير، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده 3 يوم بعد تمرينة الرجل والكور اللي عملتها امبارح دي، فحاسس ان كل حاجة واقفة في جسمي، بس لازم ننزل ولازم نتمرن. حس ان الحاجات دي في الاول كده بتبقى صعبة، طبيعي، البدايات دايما في كل حاجة بتبقى صعبة، لكن مع الاستمرارية ومع الوقت كل ده بيكون سهل وبيكون عادي. يلا بينا. النهاردة ان شاء الله عندنا تمرينة بول اب. انا مش قوي فيها اوي، بحاول ان انا اقويها عندي. سيبكم ونكمل التمرين. لو انت مبتعرفش تعمل عقلة زيي، في تمارين بتقوي عضلات الكتف عندك، فبتخليك ان انت مع الوقت مع الاستمرارية فيها خليك ان انت تعمل العقلة بعدد كبير وبشكل مظبوط. دلوقتي عملت 5 عدات تقريبا اللي قدرت عليهم، فهكمل بالحاجات التانية دي. ففكرة ان انت تسيب نفسك بس متعلق في العقلة دي لوحدها بتساعدك بعد كده ان انت تقدر تعمل عدات عقلة. التمرين التاني اللي يساعدك ان انت تطلع العقلة وهو التمرين ده. اوعى تستهون بأي تمرين مهما كانت سهولته. انت لو بتعمل الضغط على الحيطة حاسس ان هي عبيطة، انا من كام يوم كنت بجرب بعملها فجبت فيها 250 عدة. انا حرفيا دراعي ما كنتش حاسس بيه، كان سخن بشكل ما كنتش قادر ارفعه ولا احركه من شدة التمرين يعني. فاوعى ابدا ابدا تستهون باي تمرين مهما كانت سهولته، خصوصا ان انت بتتمرن بوزن جسمك، مفيش اوزان ان انت تتمرن بيها. كده احنا عملنا تمرينتين، هنعمل تمرينتين كمان، وهيكون ده سيستم النهاردة في التمرين ان شاء الله. استمر عليه. يلا بينا، بسم الله. 1 2.
كده خلصنا 3. التمرينة الرابعة وهي ان انت تتعلق في العقلة، تمسك العقلة وتمسك بإيد واحدة بس، بتقوي عضلات الكتف عندك جدا. خلينا نشوفها بتتعمل ازاي. هتبقى بالشكل ده، تتعلق وتسيب جسمك على وزن ايدك ل3 ثواني 5 ثواني 10 ثواني انت وقدرتك. في تمرينة 5 هضيفها، وهي ان انت تمسك في البار وتهز جسمك بس. دي حاجات كلها بتساعد ان انت تعمل العقلة بعدات كتيرة. في ناس ما بتعرفش تعمل عدة واحدة بس، فدي التمرينة. كل اللي انا بعمله ده مستوى مبتدئ حرفيا. الحديث بيقول ايه؟ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول: اللهم أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي. اللهم اجعلني لك شكارا، لك ذكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني، واهد قلبي، واسلل سخيمة صدري. يعني أنا مبسوط إن أنا بتكلم عن حديث ودعاء زي ده. عارفين شعور إنك تكون داخل على موضوع كبير انت مش قده، موضوع انت مش عارف هيوديك فين واخره ايه وهيعمل فيك ايه، انت مش عارف في اي حاجة. بحس ان الدعاء ده اللي هو بجد انت بتحاول تدعي ربنا، بتقوله يا رب انا محتاج سند. الدعاء ده بيعيشك الشعور ده، بيعيشك ان انت في حد كبير في ظهرك سند عليه. الدعاء هنا بيبدأ يا رب أعني على كل حاجة، أعني على الصلاة، أعني على الدعاء، أعني على نفسي، أعني إن أنا أواظب على التمرين، إن أنا أغير عاداتي، أعني على كل حاجة أنا عايز أعملها وفيها طاعة ليك يا رب. يا رب أعني على ده، يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. وبعد كده تيجي تقول ولا تعن علي. يا الله يا رب، يا رب ما تعنش عليا ظالم، ما تعنش عليا نفسي، ولا تخليني أضعف قدام نفسي وقدام اللي حواليا. عني دايما إن أنا أكون قوي. وبعد كده كمل وقال وانصرني ولا تنصر علي يا رب. يعني الدعاء واضح جدا، واضح العمق بتاعه. هو يعني لو في فتنة في الدنيا، لو في صراع، يا رب انصرني على الصراع ده وما تخلينيش أفتن بيه، وما تخليش الحق يبقى ضدي ويبقى عليا وتسلط عليا بذنوبي من لا يخافك ولا يرحمنا، وامكر لي ولا تمكر علي، وامكر لي يا رب. وهنا بيظهر بقى الدعاء للتدبير الخفي. يعني احنا كلنا بنمشي في الدنيا دي، محدش عارف ايه اللي هيحصل له بعد ثانية، محدش يعرف من اللي بيمكر ليه. حتى الشيطان نفسه بيمكر ليك ولا بيعمل فيك ايه، محدش عارف اي حاجة من الحاجات دي. فانت بتدعي ربنا وبتقول له يا رب امكر لي ولا تمكر علي. بعد كده كمل وقال واهدني ويسر الهدى لي. نيجي لأجمل حاجة بحب ان انا ادعيها دايما كل اوقات. ساعات بنبقى عارفين ان الصلاة حلوة وممتعة وفيها راحة نفسية كبيرة جدا، لكن بنكسل كتير ان احنا نصلي. وقيس ده على حاجات كتيرة جدا بقى في حياتك. فاحنا هنا بندعي ربنا ان يا رب يسر لي الهدى. كل حاجة انت بتتمناها في حياتك دايما بتدعي ربنا بالهداية. في ناس كتير لما تيجي تقول ربنا يهديكم او ربنا يهديك بيتضايق كأنك بتشتمه، مع ان يا عم ربنا يهدينا كلنا، والله احنا كلنا بنرجو الهداية من ربنا. ملخص اللي انا عايز اقوله في الفيديو دوت، وهو ان الدعاء والذكر انا بحبه جدا،
بحبه جدا لان انا حصل معايا مواقف كتيرة جدا حسستني بقوة الدعاء، قوة الذكر. سبحان الله، دون اي كلام مش منطقي ومش واقعي. انا بقول لكم اللي انا حاسس بيه واللي انا بعيشه في حياتي. انا لما بقول الاذكار قبل النوم انا بصحى في الوقت اللي انا بحدده، الوقت اللي انا عايزه. انا لما بقول الاذكار وانا خارج من البيت بحس براحة، بحس بطمأنينة كده في يومي وفي حياتي. لما بقول الاذكار قبل اي حاجة انا بعملها في حياتي، والله العظيم والله ويشهد عليا ربنا ان انا ببقى سعيد من جوايا وفي راحة مش طبيعية، ببقى مبسوط. ده اللي انا كنت عايز اوصله في الفيديو ده. وفي اليوم الثالث ليا تحدي اللي انا بعمله، فان شاء الله يفيد حد. وبس بحب ان انا اشارك الحاجات اللي انا بحب اعملها، الحاجات اللي انا بستمتع بيها، الحاجات اللي انا بشوفها فعلا مفيدة ليا واقدر ان انا افيد بيها غيري. لحد هنا نكون خلصنا اليوم الثالث الحمد لله. نشوفكم بكرة ان شاء الله على خير. السلام عليكم، سامحوني لو طولت عليكم. الفكرة من التصوير والفكرة من اللي انا بعمله من التحديات دي، وهي اني اشجع نفسي ويكون في حافز قوي اني افضل مستمر على الرياضة. عشان كده انا الفيديو ممكن تشوفوه مش افضل حاجة كمونتاج وكسيناريو يعني، ولكن انا بعمل ده عشان نفسي اول حاجة، او ممكن حد يستفيد منها يعني. الله المستعان. نكمل تسخين ونتكلم على فكرة اليوم النهاردة ان شاء الله، وهي الادراك. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. اول تمرين معانا هنعمل بوش اب عادي، ظهرك مفرود، ايدك مستقيمة، تحاول على قد ما تقدر تنزل لقدام. لو المتوازي ما جاش معاك بالشكل الصحيح زي ما انا عملت كده، في طريقة تانية بتبقى اسهل ان انت تقوي عضلة الترايسبس عندك. يكون بالشكل ده على اي حاجة، ممكن تستخدمها في البيت عادي كمان. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. الحديقة اللي انا فيها دي فيها اسطبل، تبقى حاجة تبع البلدية يعني حاجة مدعومة من الدولة. ده الاسطبل الأحصنة، بتقعد كده على الكراسي دي كده وبتتفرج. من كام يوم كده نشرت ستوري على انستجرام، وكنت مصور في مجموعة من الناس كبار في العمر كانوا بيتمرنوا في الحديقة اللي أنا بتمرن فيها. فكتبت سؤال وهو ليه الشباب ما بينزلوش واغلب اللي موجودين وبيتمرنوا مهتمين بالرياضة يوميا حرفيا، وفي الصبح بدري بينزلوا يتمرنوا كل يوم، هم ناس كبيرة في السن. وبس لقيت ناس كتير ردت عليا، اللي كان بيهزر واللي كان بيقلش، وفي ناس قالت حاجات مهمة جدا بصراحة. كانوا بيتكلموا عن الإدراك، إن الناس الكبيرة في العمر دي هم أدركوا متأخرا إن الرياضة مهمة، وأدركوا أهمية الرياضة على صحتهم لما كبروا في السن. وفي حد تاني قال لي برضو
ان في ناس منهم ادركوا ده بدري في شبابهم واستمروا عليه لحد ما فضلوا في العمر الكبير ده بيواظبوا على الرياضة. يعني اوقات كتير كنت بشوف ان الرياضة لعبة مملة بصراحة، يعني مع ان انا بحب الرياضة وبحب التمرين، بس اوقات كتير بقى بقول يعني خلاص بقى عادي، يعني ما كل الناس عايشة والدنيا ماشية وعادي. بس فعلا لما حسيت بالادراك دوت قلت لا، قلت مش هحب ان انا لما اكبر في العمر ان اوصل للمرحلة الهشة في جسمي دي. سمعت عن مقولة جميلة جدا بتقول من لم يركب مركب الصبر غرق في بحر الندم. يعني هي الجملة المقولة شرحة نفسها، اللي هو انت لو مركبتش مركب الصبر والتعب في شبابك انت هتغرق لما تكبر، وهتقول يا ريتني، بس هتقول يا ريتني بعد للأسف يعني فوات الأوان. في ناس كتير بتدرك متأخر أهمية الرياضة على الجسم، وخصوصا الرياضة اللي هي الكارديو بشكل عام، الفتنس، الحاجات اللي هي ما فيهاش شيل أوزان كتير. لأن كمال الأجسام انت مع كبر العمر انت مفاصلك بتتعب جدا، لأن ما فيش عندك مرونة في الجسم ان انت تحرك ركبك وكده. عشان في ناس يعني اغلب الناس الكبيره هتلاقيهم بينزلوا ويتمشوا، بينزلوا يجروا، ينزلوا يلعبوا شويه ضغط على شويه عقله، على يعني حاجات خفيفه كده اللي هي الكارديو، يعني يحرقوا من الاخر. يعني لحد هنا كده نكون خلصنا اليوم الرابع الحمد لله بسلام وبامان. باقي يوم واحد بس هو اليوم الخامس، اخر يوم في التحدي ان شاء الله. اشوفكم بكره على خير، السلام عليكم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. صباح الخير، النهارده خامس يوم واخر يوم معانا في التحدي. فالنهارده ان شاء الله هنتمرن كارديو وكور بسيط، خليكم معانا. ازيكم عاملين ايه؟ لما بتيجي تتمرن انت اوتار جسمك وعضلاتك واعصابك ما بتبقاش متعودة على فكرة الرياضة، ان هي لسه حاجة انت مدخلها على جسمك جديدة. الكاب بتحتاج وقت علشان تتعود على ده، تتعود على الرياضة وتتعود على الشد اللي بيحصل ليها كل يوم. فدي بتيجي مع الوقت، بتعالجها بان انت ما تضغطش على جسمك زيادة وتبدأ واحدة واحدة، وبعد كده بتبدأ ان انت تشد برضو واحدة واحدة. كل حاجة بتيجي بالحب يعني مفيش حاجة بتيجي مرة واحدة كده، هو سلم واحنا بنطلع عليه خطوة خطوة يعني. فالله المستعان. هبدأ تمرين. رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي. الله المستعان. يلا بنا نكمل تمرين. وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. كالعادة هوريكم أول مجموعة هعملها، وبعد كده هكمل التمرين وهخلصها، وبعد ما أخلص هرجع لكم تاني إن شاء الله. تدبر الأمر من السماء، الكلية عندك تشتغل ولا تعرف عنها شيء.
والبنكرياس يفرز ولا تدري عنه شيء، والمعدة تهضم ولا تدري عنها شيء، وعملية الإبصار تتم ولا تدري عنها شيء، والسماع يتم ولا تدري عنه شيء، واليد هذه تتحرك ولا تدري عنها شيء. تخيل لو أن إنسان أصيب بأعصابه شلل أو ما شابه ذلك، ركبوا له جهاز قالوا تكلم معاه يدك بتتحرك حسب الأوامر. والله معاناة. اطلعي فوق، فوق أكثر، فوق، روحي قدام، انزلي تحت، امسكي أقوى. شوف، تعال قل لي شلون تتحرك يدك، قل لي شلون تتحرك يدك. والله ولا نعرف عنه شيء ولا ندري كيف. يدبر الأمر من السماء، مو شغلك، رزقك جايك. استبطأ، تأخر، وبيتأخر عشان يجي في موعده، ومتأخر عشان يجي في موعده. متى ستحمل المرأة؟ في موعدها. متى ستتزوج؟ في موعدها. كل شيء في موعده راح يصير. بس أنت عندك أمر واحد بسيط جدا، وقلب معلق بالسماء، وسبب في الأرض. بس هذا اللي علينا مش أكثر. الموضوع ما في فلسفة، ها؟ الموضوع ما في فلسفة. كده المجموعة خلصت، هركز في التمرين وارجع لكم تاني. وفي نهاية آخر يوم ليا في التحدي أحب أقول الحمد لله، الحمد لله على توفيق ربنا ليا، ويا رب يا رب اهديني ويسر الهدى ليا يا رب في كل أموري، وتكون حياتي كلها لطاعتك يا رب إن شاء الله. مبسوط أوي، جوايا طاقة وجوايا فرحة مش طبيعية. 5 أيام رقم قليل، ولكن بالنسبة لي رقم كبير جدا إن أنا أواظب على حاجة بالشكل ده كل يوم، وأضغط على نفسي وممشيش ورا هوايا. ده بالنسبة لي أحمد ربنا عليه، يعني رب يجعلني لك شاكرا. الحمد لله الحمد لله. في اخر الفيديو وحاسس ان انا بهدوء خالص بعمل الحاجات اللي انا بحبها في وسط يومي اللي مليان زحمة. لحد هنا وصلنا لنهاية الفيديو. احب اشكر كل واحد اهتم ان هو يكمل الفيديو للاخر. لحد هنا اكون خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وفي تحديات جديدة باذن الله. السلام عليكم. استنى بس يا عم، رايح فين؟ احب برضو ان انا اشوف تعليقك، ولو عندك اي استفسار، عندك سؤال، عندك كلمة تقولها لي تفيدني، يعني اكون سعيد جدا وفرحان جدا بيها يعني. واحب دعمكم، احب ان انتوا تدعموني، احب ان انتوا تشجعوني علشان نكمل مع بعض. ولو حد حابب ان هو يكمل معايا ويبدأ معايا تحديات، يعني ما تنسوش تتابعونا على الانستجرام، بنشر هناك حاجات كتير يعني. السلام عليكم.